نادي زد يرفض الحصول على أشرف داري مقابل إنهاء إعارة أحمد خالد كباكا، ويطلب ضم عمر سيد معوض أو كريم فؤاد أو محمد شكري حتى نهاية الموسم. أحمد خالد كباكا يؤدي صلاة الاستخارة لحسم قرار العودة للأهلي بسبب تخوفه من قلة المشاركة حال عودته. خلاف بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ حول دور أسامة هلال في لجنة التعاقدات، مع تمسك الخطيب به ورغبة عبد الحفيظ في استبعاده. تصريحات صالح جمعة عن رغبة إمام عاشور في الحصول على أعلى راتب داخل الأهلي أثارت غضب المسؤولين رغم نفي اللاعب. مصدر بالنادي أكد استياء الإدارة من كثرة ظهور تصريحات منسوبة له عبر إعلاميين. بلال عطية يقترب من الاحتراف الإسباني. اللاعب الشاب ينتظر حسم انتقاله إلى دور الدرجة الثانية الإسبانية على سبيل الإعارة بعد موافقته على تمديد عقده. محمد سيحة يدرس عروض الرحيل. حارس الأهلي ينتظر قرار النادي بشأن العروض المقدمة له بعد تراجعه للمركز الرابع في ترتيب الحراس. جون كلود يواصل تقديم مستويات مميزة في دوري أبطال إفريقيا، ساعيا لجذب اهتمام كبار أندية القارة. رغم الاتفاق مع مابولولو، الاتحاد السكندري يفوض محمود كهربا بهدف إعادة ثنائيته مع أفشة. بيراميدز يقترب من ضم لاعب إنبي. النادي يدرس استعارة محمد حمدي بعد تعثر مفاوضات ضم توفيق محمد. وليد الفراج يهاجم رونالدو. الإعلامي السعودي أكد أن الدوري السعودي لا يخضع لأي لاعب مهما كانت نجوميته، مطالبا رونالدو بالالتزام بالقوانين.